ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم وممكن نقول نصيحة جديدة، ممكن نقول فيديو جديد، وفي كمان خناقة بسيطة كده مع الامهات. آه، اول حاجة، في سؤال كتير بيتكرر قوي الفترة دي. يا دكتور، ابني عنيد قوي، بنتي عنيدة جدا، ما بيسمعوش الكلام. في كمان مامز كتير بتقولي ان هي بتشتغل والولاد بيرفضوا ان هي تشتغل او يبقى في حاجة يعني تنزل شغلها، وهكذا من الكلام ده كله. مبدئيا كده، وانا اتكلمت معاكم قبل كده وقلت لكم ان الاطفال في سن سنتين، من سنين الفترة دي بيكون الطفل فيها عنيد جدا جدا. احنا ككبار، طيب احنا بقى ككبار، انتوا طبعا كأمهات بتشوفوا ان الموضوع عند الطفل، هنا ما بيشوفهاش ان هي عند. انت مثلا تيجي تقولي للبنوتة او للولد: حبيب مامي، ما ينفعش ان انت تاكل الحاجات دي فيها سكريات، ما ينفعش انك تتكلم بالاسلوب دوت، ما ينفعش. فيجي الولد يقول الكلام دوت او يعمل كده، فانت هتيجي تقولي: ايه ده؟ انت عنيد، انت كل حاجة عندك لا عندك بتعند فيها. فخلاص ثبتت في دماغ الولد ان هو عنيد او البنت ان هي عنيدة. بالنسبة لهم هو مش عند، لان هنا في السن دوت من سن سنتين لسن 6 سنين، خلاص هو السن دوت هم بدأوا يعرفوا حاجات كتير، بدأوا ان هم يتكلموا، عاوزين يستكشفوا حاجات جديدة، عاوزين يعرفوا كل حاجة. طب بتقولي ليه؟ فانا دايما بقول للامهات: لو سمحت يا مامي، لو سمحت يا بابي، هتقدم لهم حاجة اسمها مبرر. احنا بنشتغل علشان نجيب لكم كذا كذا وكذا، انتوا كنتوا عاوزين او طالبين مننا 1 2 3 من الحاجات اللي انتوا محتاجينها، فاحنا لازم نشتغل علشان نجيب لكم الحاجة دي. طيب، آه لازم علشان لما نيجي نتعامل مع اي طفل، بلاش احنا كمان نعند معاه، وبلاش الفاظ ان احنا انت عنادية، انت عنادية، انت خلاص بقى الولد او البنت في دماغهم ان هو خلاص بقى عنزي، واللي انا بعمله دوت بضايق بابا وماما، فخلاص انا هعمله، طالما هو بيضايقه، طالما هو في كذا انا كمان هعمل كذا. دي نقطة. النقطة التانية: البنات يعني أكترية البنات بنسبة 99% بيغيروا جدا 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 على باباهم وعلى مامتهم، هتلاقيهم بيعندوا كتير قوي في الحتة دي. فأتمنى ان انتوا بالنسبة لموضوع العند، ولازم ان احنا نفهمهم احنا بنحبهم قد ايه، وان احنا برضو بنهتم بيهم، وان احنا برضو بنغير عليهم، وان طبعا هم حاجة حلوة قوي في حياتنا. ده بالنسبة للعند. وانا قلت لكم ان ده سن بيبقى الطفل فيه عنيد جدا، فنبدأ ازاي نعالج الجزئية دي ونتعامل بيها ازاي مع الاولاد. النقطة اللي أنا جاية أتكلم فيها مع المامز: في كتير جدا يا جماعة من المامز بييجوا يتكلموا معايا: احنا بنعاقب بناتنا أو بنعاقب ولادنا بكذا وكذا. طب ايه هو الكذا وكذا؟ بتعاقبوا ولادكم بإيه؟ اللي تقولي بحط في عينيها كحل ببصل وحراق، يعني بتعاقبها بحاجة حراقة تقعد تعيط. اللي بتعاقب بنتها وتحبسها في الحمام، او اللي بتعاقب ابنها ان هو يعني يقف قدام باب الشقة ايه العقابات الشرسة دي؟ ايه يا جماعة ده؟ مش معنى ان انا بقولكوا يبقى في عقاب، يبقى العقاب بالطريقة دي. طب ما انت بتعاقبيها عقاب بيوصل مع الولد البنت ان انت مش بتحبينا في ماما بتعمل كده، لا دي ماما مش بتحبني. وانا دايما اقول ان احنا لازم نوصل لولادنا ولازم نوصل لبناتنا ان احنا بنحبهم، وان هم شيء اساسي في حياتنا، وان لازم يكون العقاب ما يبقاش اشد من المشكلة او من الحاجة اللي هو عملها غلط. يعني ايه مانع من ان انت تعاقبيه من حاجه بيحبها، من حاجه هو نقطه ضعفه في كذا، فانا ممكن امنعك من كذا. لكن انك تبداي تكسري شخصيته وتقولي له اطلع بره في قدام باب الشقه وعيط لحد ما انا يعني اوافق ان انت تدخل تاني او لا،
العقاب اللي بقالي كتير قوي بسمع عنه، ان ماما تروح حاطه قلم كحل في بصله وتروح مكحله بيها الولد او البنت. إيه؟ نفرض طب لو الولد عنده دلوقتي مثلا حساسيه في عينيه من الحاجات دي، هتبداي ان انت تجري في مشكله تاني ظهرت اهي، هتجري بقى على دكاتره وهتجري على ادويه وي وي. لا، احنا بقى نبدا ان احنا نبص لحاجه تانية، احنا نعاقبه بحاجه او بنقطه ضعف عنده. ما بيحبش الحاجه دي، بيحب الحاجه دي نمنعها منه، بيحبك انت خصميه، بيحبش ياكل لوحده خليه ياكل لوحده، بيعمل مثلا بيحب ما تدوش المدرسه، بيحب النادي ما تدوش النادي، بيحب الفلوس ما تدوش فلوس، بيحب الشوكليت ما تدوش شوكليت، بيحب. ابدأي العبي على الحته او الجزء اللي هو فيه عنده نقطه ضعف فيها.